السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشارك معكم ثمن كل حاجة القوام السلو أو الصفوف المتواجد حاليا في الأسواق، لأنه بزاف ديال الأخوات يبغيو يعرفوا الثمن قبل ما يشريو، حيت كل مدينة أو الحي الثمن ديالو. بالنسبة للجلجلان هنايا خديته ب35 درهم، يعني 700 ريال. خديت هنا كيلو. ندوزو اللوز، هنا جبت رابعة فيه تيعمل 90 درهم، يعني 1800 ريال. وكاين اللي تيبيعوه ب18 و60، كيطرو 18 و80. بالنسبه للكاوكاو، خديت كاوكاو بلدي، اللون ديالو حمر، مكركب، اللي فيه القشور. هاد العام ما نستعملش الرومي ان شاء الله. الثمن ديالو 35 درهم، يعني 700 ريال. جبت هنا نص كيلو. المهم المراه المغربيه عارفينها، تدور في السوق وتتشوف الاسمنه وتسلكها تتجيبو ناقص. المهم هنا اللوز ما نسلقوش، المهم نطحنو بالقشور ديالو. ندوزو الإلان. هنايا الكيلو 20 درهم، يعني 400 ريال. انا هنا جبت 100 غرام. هنا جبت حبوب الصويا، تنستعملو انا في السلو، زوينين. جبت 100 غرام. تيدير الثمن ديالو كله الحانوت او العطار اللي تيبيعو عنده. المهم ما كاينش شي ثمن محدد. هنا السكر كلاصي، ما تنستعملش العسل لان العسل تيتكركب وتيجي قاصح في الصفوف. تندير سكر كلاصي. عندي هنا الكوزه وحده، وهنا المسكه الحره. المهم جيب دير القياس اللي خاصك في كيلو ديال الطحين. هنا الطحين بالنسبه للنافع والجلجلان، عفوا النافع حبة حلاوه، هنا 3 درهم 3 دراهم. راه تستعملوهم ومازال يشيط معاهم. القرفه هنا مطحونه، تاخدي الكميه اللي بغيتي، 10 دراهم او 5 دراهم. السلو ما تنخدموش انا بالزبده ولا الزيت الروميه، تخدمو بالزيت البلدي تنجمعو به باش يكون هكذا صحي اكثر ويتنفعوا به الناس. المهم هادو هما المقادير ديالنا. ان شاء الله غنقي الزنجلان ونغسلوه ونشفوه في الفران. الكاوكاو كذلك نقرملو ونديرو في الفران مقرمل هكا، ونحيدو القشر نص هكا بالقشره. واللوز كذلك نطحنو بالقشور ديالو. والجلجلان جبتو منقي هاد العام، ما جبتوش فيه بزاف ديال الوسخ. وصافي كلشي نصهدو على البوطه وانا معكم. بالنسبه للطحين ما قلتش لكم على الطحين في الاول. هنا الطحين قياس كيلو. هنا غندير الطحين ماشي الفورص، غندير الطحين ديال الفرينه البلديه، تنطحنو على يديا ونخلي عندي في الطن تستعمل به. نتمنى اخواتي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وبقى ليا والو باش نودعكم. تهلاو ليا في راسكم وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر.